السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصر داخلة على حدوتة كبيرة وليلة جامدة شوية. دولاب المخابرات بيتفتح على مصراعي، بيطلع منه كده شوية ملابس داخلية مبدئية. ما تلتفتش للي بيطلعوا الملك على ان ده يسوى وده ما يسواش. لا، الموضوع اكبر من كده، اكبر مما تتخيل. ومستعد انا اخش في لحظه لمتابعه المصريين لما اشوف بصيص امل، لما اشوف بصيص امل لتغيير، او لما اشوف بصيص امل للشعب اللي مات وريحته طلعت وزكمت انوف العالم. ففي بصيص امل مش على مستوى الشعب وانما على مستوى النظام. اوعى تقول لي ده معتز عبد الفتاح ده ضابط جيش مش عارف ايه ده مش لا 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 لا. اول بس الفيديو طبعا المتداول دلوقتي، اللي بيتم تداوله دلوقتي، اللي هي اخر فضيحه للمفاضيع لمعتز عبد الفتاح الاعلامي في جهاز السامسونج. وكلهم كده دون استثناء، من كبيرهم لصغير. يا راجل ده بس قبل ما نشوف مع بعض، ده هذا قصيرهم الذي علمهم السحر او على حطة ايدك يعني حضرتك يعني مفيش ده قصيرهم الذي علمهم السحر. فما بالك بقى اذا كان رب البيت فلاتي، فما شيمة الباقيين يعني. فدلوقتي القصة والحدوتة ان الملك مأمن نفسه كويس قوي قوي، يعني اللي مطلعينه وفاتحين له دولاب المخابرات. وهنا مليون، يعني حط 1000 خط تحت دولاب المخابرات، اللي هو يعني كان في شيء من ان هم ممكن كانوا هيعملوا حاجه ساعه محمد علي ما طلع وعمل اللي عمله. السيسي مش خانقك لوحدك، لا 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 لا. السيسي تخلص من كل حد، من كل حد له طمع في السلطه او له يعني كان ضد التوريث، بس كانت قصته كلها ان هو كان ضد مبارك عشان ما يورثش او لا. فدول الدوله العميقه نفسها تخلص منها السيسي. والنهارده هو السيسي النهارده اهم من نتنياهو. السيسي النهارده اهم من نتنياهو على درجه اهميه اعلى من نتنياهو لما يملكه، لما يملكه من مكر ودهاء ويعني وللي عمله في مصر اللي هي كانت كبيرة الشرق الاوسط. فدلوقتي هم بيقولوا له ان احنا هنتصرف وهندبر حل، بيتم الدعم في حكايه دولاب المخابرات ده خليجيا، لاني طبعا السيسي اللي هو بقى خلاص اتنمرض على اللي عملوه مفروض يتربى، يعني مطلوب يتربى. فدول الخليج داخله في القصه بنفوذها، واحنا عارفين نفوذها تقدر تعمل ايه. التسريبات اللي بتطلع دي وراها جنرالات، وراها مسؤولين اتقصقص اجنحتهم واتعلقوا على الفلكه، ودلوقتي بيبداوا يعملوا نوش. ده مبدئيا يعني، دي طبعا تسريبات، في حاجات طبعا ما نقدرش نذاعها يعني. هاي يلا بليز 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 يلا ايه الجمال والحلاوه دي؟ هاي ناري، عاجبك النيك نيم ده ولا مش عاجبك؟ هو لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه، زوجك فين؟ الباشمهندس. اوكي. انا بعتبر انه لما الراجل يدي للست سبيس والست تدي للراجل سبيس، سواء اختياري او ما تنظرش بقى ان ده واحد تافه، واحد مهم. مين هو معتز عبد الفتاح علشان لا لا لا. ومين هو الضابط بتاع شل، ومين هو الضابط اللي كان اللي بيعمل خلاص، ومين لا لا لا. التسجيلات دي اتصورت فين؟
ومين صورها واي هارد ديسك وفين وكيف يحصل عليه واذا كانوا هاكرز اذا كانوا هاكرز ويقدر يخترق اللي ايده تتحط عليه، كنا شفنا حاجات كتيرة وعظيمة وبلا ترتيب وبلا تنسيق. انما الموضوع فيه ترتيب وفيه تنسيق وفيه ستيب باي ستيب وفي يعني حاجات بتطلع دون اخرى. احنا بنشوف حاجات بتطلع دون اخرى. ده لسه بس كده بيشاوروا له شغل مشاوره، ده اللي هو الفيديوهات اللي اتصور. يعني اذا قلنا وقع بالصدفه الفيديو الاولاني اللي هو بلس 18 ده بتاع اللواء بتاع الاسر والمعاشات، طب الفيديو الثاني بتاع شيل بالصدفه برضو، والصدفه الثالثه وقعت له برضو الفيديو ده، والصدفه خلاص. والاسرار اللي بيطلع بيها ما بين وقت والتاني المقنع اللي اسمه الملك. فالموضوع اوله واخره المخابرات العامه، المخابرات اللي هي تقدر تشيل السيسي فعلا لو اجمعوا على ده. مهما كانت بقى عطاءات السيسي لهم، اللي عطى السيسي وخلاه يقعد مكانه لما يجي يدي مش هيدي فتافيت زي ما السيسي يدي على طول. تعقلها كده. شويلة الرز اللي رسخت للانقلاب خلاص لما تتفتح لناس تانيين علشان يعملوا انقلاب تاني مش هتكون زي ما السيسي بيدي اللي بيقع من حنك الشوال يعني. فالقصة دي مترتب لها ترتيب كبير. طبعا الحادث بتاع الهايك ستيب قالوا الاول ده كان انشاءات، بعد كده قالوا ده انفجارات، وما قالوش ان في حد مات، ودلوقتي بيعترفوا ان حدث قتلى اثناء تفكيك العبوات. الجيش المصري يتكتم على مقتل 5 من جنوده في انفجار الهايك ستيب، لان كان الطبل والزمر والرقص وترامب عامل الحفله، والسيسي بقى ام العروسه رايحه جايه، وما كانوش فاضيين ان هم يقولوا بقى في متفجرات وناس ماتت. ايه المشكله؟ ما المصريين بيموتوا في اي وقت. شيع اهالي محافظات الدلتا والصعيد اليوم الثلاثاء جثامين 3 من الضباط والمجندين في الجيش المصري من دون ان يعرف ان كانوا من ضحايا الانفجار الضخم الذي وقع يوم الاثنين في احدى ورش الاسلحه والذخيره بقاعده الهايك ستيب العسكريه شرق العاصمه القاهره، والذي يتكتم الجيش بخصوص ملابساته. شملت قائمه الضحايا المقدم محمد صلاح السويفي والنقيب احمد محمد امام، بالاضافه الى الجنود احمد صبري هاشم ومحمد احمد صبري وعبد الله محمد علي بهنساوي، وهم من المجندين الشبان الذين يقضون خدمتهم العسكريه في قاعده الهايك ستيب. وقد نشر ذويهم واقاربهم صورهم مع بيانات للنعي عبر صفحاتهم الشخصيه بمواقع التواصل الاجتماعي من دون اي اشاره الى ملابسات مصرعه. وذكر المتحدث العسكري في بيان رسمي ان الانفجار وقع اثناء اعمال تفكيك عبوات ناسفه من مخلفات متقادمه من قبل عناصر فنيه متخصصه، وادى الى تفجيرات عده متتاليه شعر بها سكان منطقه الهايك ستيب والمناطق المجاوره. واكتفى بالاشاره الى انه تقرر فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الانفجار بواسطه اللجان الفنيه داخل القوات المسلحه. طبعا اي كلام في اي حاجه، ولا حد له ديه ولا حد له كرامه ولا حد له ديه وكان الموضوع متكتم عليه لحد ما اللي عنده صوره، اللي عنده فيديو، اللي عنده معلومه، بدات السوشيال ميديا تاخد وتدي. طبعا الحسابات المجهوله، الحسابات اللي عندها حضور، فبدا الموضوع خلاص. النهارده ما عندكش القناه الاولى والثانيه والثالثه ومفيش حاجه، لا الدنيا غير يعني.
وطبعا الجنازات بدأت تطلع وتتصور وتتنشر والعزاءات والبتاع. فرجعوا قالوا لك والله تصدق كان في انفجارات متتالية كده كانوا بيفككوا عبوات ناسفة وراح فيها 5 عناصر، يعني مفيش أي حاجة، عادي يعني مصريين مفيش أي حاجة يعني. المهم الملك احنا يعني في بصيص وبريق امل كده للحاجات اللي بيجيبها، واني في طريق احتمال يتفتح قريبا.